وسأذكر فقط صفات المؤمن الخمسة الواردة في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. زملائي وأساتذتي تحدثت عن ظاهرة الإجرام وعن بناء السجون وإعادة بناء القديم منها، لكني أنا أتساءل وأريد أن نتعاون لإراحة قضاتنا الأجلاء. نريد من قضاتنا أن يجلسوا في مكاتبهم لا للتفرغ لمحاضر الضابطة القضائية بل للتفرغ لتحليل الاجتهادات القضائية. نريد إفراغ مؤسساتنا السجنية، نريد هدم مؤسسة سجنية وبناء مدرسة محلها. بالله عليكم تساءلوا معي، هل مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي استطاعت أن تقضي على جريمة النصب والاحتيال؟ هل مقتضيات الفصل 486 من القانون الجنائي استطاعت أن تقضي على الاغتصاب؟ هل مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي استطاعت أن تقضي على جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير؟ هل مقتضيات الفصل 507 وما بعده استطاعت أن تقضي على جريمة السرقة الموصوفة؟ وهل مقتضيات الفصل 505 من القانون الجنائي استطاعت أن تقضي على جنحة السرقة؟ إلى غير ذلك من الفروقات. فهل القانون الوضعي الموضوع من طرف البشر استطاع أن يقضي على الجريمة؟ هل مدونة السير استطاعت أن تقلل من حوادث السير المميتة أو الملحقة بالأضرار المادية والجسدية؟ هل مدونة الأسرة استطاعت أن توجد لنا أسرة ناجحة؟ حالات الطلاق كثيرة وأبغض الحلال عند الله الطلاق، إن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. وهل مدونة التجارة استطاعت أن تقضي على الجرائم المتعلقة بالتجارة؟ وهل القانون المدني من خلال عيوب الرضا الغلط والتدليس والإكراه والغبن وحالة المرض والحالة الأخرى المشابهة استطاعت أن تقضي؟ إنها مهمة الإيمان، لأن الإيمان إذا تغلغل في العقول والصدور فتلك ضمانة أساسية لمحاربة ظاهرة الجريمة. أعطيكم مثالا واحدا يتعلق بشؤون الغش. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، سمي بالفاروق لأنه كان يفرق بين الحق والباطل، كان يتحسس أحوال الناس ليلا فإذا به يسمع حوارا يدور بين امرأة وبنتها تطالب الأولى من الثانية أن تمكنها من الماء لخلطه باللبن وليزدادوا بيعا، فتقول البنت للأم: يا أماه، إن أمير المؤمنين قد سن قانونا يمنع الغش. فقالت الأم والعمر يسمع: إن أمير المؤمنين لا يرانا. فأجابت البنت: يا أماه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فالله يرانا. سأعطيكم مثالا آخر في القانون الدولي. القانون الدولي موجود في القرآن، لأن القرآن يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذه مستملحة لنضحك شيئا. هذا
شخص يحفظ القرآن عن ظهر قلب، أن يعرف كيلو من الدقيق كم يخرج من الإسفنج، فبحث في القرآن ولم يجد، فذهب عند أحد العلماء الأجلاء بالقرويين وقال له: هل القرآن فيه كل شيء؟ بلى. قال له: إذا كيلو ديال الطحين شحال كيخرج لنا ديال الإسفنج؟ قال له: لم تفهم القرآن، اذهب وادرس جيدا واحفظ جيدا. ذهب ودار 7 ديال السلاكين ورجع لم يفهم شيئا، فقال له: ألم تقرأ باللكنة الفاسية؟ لأن هذا العالم فاسد. قال له: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ايوا قال له: دوز للسيفة وتما واحد الاسفنجي هو غادي يقول لك كيلو ديال الطحين شحال كيخرج ديال الطحين، شحال كيخرج ديال السفنج. إذا ربط الآيتين ما فرطنا في الكتاب من شيء بالآية الأخرى.